مباراة الأهلي وإنبي وفيها لغز كتير وفيها تكتيك جوه الملعب من لعيبة اتطورت قوي وأتقنت المركز وأولهم اللاعب ديانج. ديانج يا جماعة لازم في المباراة بتاعت إنبي دي يدرس لديفندرات وهاف ديفندر بتاع نص الملعب هو ومروان عطية. لازم يدرسوا لنص ملعب الدوري المصري كله. لازم النهارده اللي بيتفرج يبقى عارف هو بيتفرج ازاي. مبدئيا كده فوز الاهلي 3-0 على انبي ووصوله لنهائي كاس مصر. مبدئيا يا جماعه خلاص الدوري المصري بقى عنده فكر. اي فرقه في الدوري المصري بقت هتنزل قدام الاهلي خلاص معروفه ان هي هتدافع. يا جماعه انت طالما حاسس 1% انك هتنزل تخسر وكده كده هتخسر يبقى تهاجم. حاسس ان الماتش كبير عليك يبقى تهاجم. يعني معلش انت لو انت راجل بتلعب على الهجمه المرتده وبتدافع، الوقت اللي انت بتدافع فيه انت اصلا ما عندكش ثقه في نفسك انك مش هيدخل فيك جول. ليه؟ بتلاعب فرقه زي الاهلي فريق كبير عنده امكانيات كبيره. نيجي بقى للهدف الاول بتاع علي معلول، والهدف كان مبني على ضربه جزاء لديانج. ديانج عايزك تركز في اللقطه دي قوي. بص ديانج واقف فين؟ في نص الملعب هو وحسين الشحات، والراجل عمال بيباصي اتلعبت وان استندت لحسين الشحات وديانج قطع، يعني مش عايز اقول لك في ظهر المدافعين. والراجل يعني التوقيفه بقى، التوقيفه هنا يا جماعه بتفرق جدا. التوقيفه دي لوحدها هي الهدف. الراجل وقف وعدى والمدافع نازل تاكلينج، مش عايز اقول لك يعني الراجل بيتزحلق. يا راجل انت لو نازل بسين مش هتعمل الكارثه دي. يعني انت الراجل كده كده هو بره وانت اللي يخليك تتزحلق، لا يبقى انت قافل ملعبك لجوه ومحضن وفي ظهرك الحارس بتاعك وقافل الجون كويس قوي. يعني كرة زجاجة فتحت الماتش للنادي الاهلي. ده اول حاجه. تاني حاجه عايز اقول لك ان ديانج ومروان عطيه ان يعني الاثنين هاف ديفندر وديفندر كانوا بيغيروا المراكز كويس قوي. لما ديانج بيمسك الكوره ويزيد بيها مروان عطيه واقف معاه وبيزيد من تحته وبيعملوا العكس. يعني النهارده كان هاف ديفندر مروان عطيه، هاف ديفندر ديانج. ازاي ما تقوليش؟ والاثنين كانوا بيلعبوا ديفندرات وقدامهم قفشه. وقت ما الكره بتبقى مع ديانج ويفتح برجله ويزيد مروان عطيه واقف. يعني الاثنين كانوا بيعملوها. انت النهارده ما كنتش عارف مين الهاف ديفندر ومين الديفندر من كتر جمالهم ما هم بيعملوها. نيجي بقى لحسين الشحات والكره بتاعته اللي في العرض. يا جماعه دايما اللي الكنترول بتاعه كويس بتفرق. لما حسين الشحات يوقف كره زي دي بالمنظر دي يبقى لازم يرقص الاثنين دول. طبيعي. الكره الوحيده جرأته ان انا لسه موقف توقيفه ما وقفهاش الا زين الدين زيدان، يبقى مش هرقص الناس دي. وبعدين هو جاي لك بالتليفون بيقول لك رقص. يعني الراجل لما يعمل كره زي دي وفي وسط 4 لعيبه ولا 3 لعيبه ويحطها بالمنظر وبالجمال ده، لا يبقى الدوري المصري في حته ثانيه. مفيش فل اهلي وزمالك وكام فرقه كده فيها كام لاعب عشان نكون صراحه مع بعض. فانا مش عايزك تقارن الدوري المصري وتحطه في مكان عالي قوي. لا لا يا جماعه، ده احنا اصغر لعيب عنده 26 سنه و28 سنه. لا لا خلينا بس ايه نتكلم في الماتش. هنيجي بقى للمهاجم العالمي موديست. موديست لسه مش جاهز بدنيا. وفي حاجه كمان، لو موديست فضل لحد شهر واحد ما يلعبش بصفه اساسيه وما يشاركش لازم يمشي ونجيب مهاجم تاني. ومين اللي بقى يعني هيبقى مسؤول في الصفقه دي؟ انا بلوم الكابتن محمود الخطيب في نقطه واحده. انت راجل كنت مهاجم، فانت لازم يكون عندك نظره للمهاجمين. حتى لو المدير الفني شافه وقال لك انا خلاص يا هو، انت راجل ليك نظره. كابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب كان مهاجم كبير في النادي الاهلي ومنتخب مصر، فلازم المهاجم اللي جاي يبقى له نظره. اولا موديست هيلعب وهيبقى له دور ايجابي بس في حاله واحده، لما يكون بيلعب في الدوري المصري او في افريقيا والفرقه اللي قصاده مقفله هينزل فيرود تاني جنب كهربا عشان الراجل بيلعب بدماغه كويس. عايز اتكلم بقى عن موديست بما انه الراجل مهاجم كبير وجايبينه وراجل سنه 35 سنه يعني عنده الخبره الكافيه. انت راجل وقفت الكوره في مكان زي ده وبصيت وبرضه اخترت القرار الخطا والزاويه الخطا وحطيتها في الزاويه اللي فيها الحارس واللي فيها المدافع. يعني الكره زي ديت كانت ممكن تيجي في ظهر المدافع وتطلع او في رجل المدافع وتطلع. يعني كان شكلك هيبقى عامل ازاي؟ كان نفسيتك وطموحك كانت هتبقى تحت وكنت هتبعد اكتر ما انت بعيد. يعني انا بلومه ليه بقى يا جماعه؟ لان هو وقف ويدعك الكوره وبص.
الراجل لو ما كانش بص ولعبها عشوائي وجات جون بالمنظر ده كنت اقول لك مهاجم لماح بيلعب على طول، انما انت راجل هديت وبصيت، يبقى تختار المكان الصح مش المكان الخطا. تعال بقى للكابتن محمد هاني. محمد هاني يا جماعه عايز اقول لك ان هو بيزيد وعنده الجرأه، ومطلوب منه ان هو يزيد ويوصل لل 18 ويعمل اوفرات ويتمتع ويستمتع بالكوره مش من فراغ. لو ما فيش نص ملعب وديفندر قوي بيميل ناحيته ويغطي مكانه مش هيعمل كده. فدي النقطه برضو عشان تبقى انت عارف، اللي بيعلي الباك رايت او الباك ليفت هو الديفندر يا جماعه، لان الديفندر لو مش بيغطي وراه بيتكشف الباك وبيبقى شكله مش كويس. تعالى بقى لابن النادي الاهلي من صغره وحب النادي الاهلي، الكابتن امام عاشور. امام عاشور يا جماعه لما نزل، لا انا عايز امسك، انا كعب عالي، انا لعيب كبير، فدي شخصيه اللاعب. امام عاشور لما نزل، لا ده انا لعيب كبير همسك واحط بوش رجل خارجي وهلعب. وبرغم لما الكره جات له وسندها دخل في الزحمه، لان عنده الشخصيه وعنده قناعه من جواه ان هو لعيب كبير هيدوس عليها وهيحطها. وفعلا لما اكتسب الشخصيه من جواه والجرأه وحاسس في نفسه ان هو لعيب كبير، حطها في وسط اللعيبه ودخل وحط الهدف زي ما انتم شايفين. تحيه مني ليكم للي اتفرج على الفيديو للاخر. لو انت اول مره تشوفني، متابعه ولايك وكومنت. السلام عليكم.